أجد هذا. قلت لك لا يجب أن تكف عن ذلك. أنا أحب السكاكر، أرجوك اشتري لي سامي. لا، لقد اشتريت لك السكاكر البارحة. عزيزي وسيم، لقد أتينا إلى هنا لشراء طعام العشاء فقط وليس من أجل شراء السكاكر. حسنا، ستكون هذه المرة الأخيرة. 1 2 1 2. أتعبتني معك. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. كيس من الباذنجان وخيار وبندورة. لا تنسي السمكة المجففة يا عزيزتي. يبدو أنهم يتدربون من أجل المسابقة الرياضية، ففي كل سنة تقام مثل هذه المباراة في بلدتنا، وأنتما أيضا عليكما أن تستعدا لذلك. أنا أنتظرها بفارغ الصبر يا أبي. سامي، أسرع! لا تبكي يا صغيري، لا بأس عليك، في المرة القادمة ستفوز حتما. أبي. يا إلهي، ما الذي حدث يا أبي؟ لا شيء، لا تقلق. اسمعا، سنشارك في المباريات الرياضية للبلدة، استعدا لذلك جيدا. واحد اثنان. 1 2. المهرجان الرياضي. أنت أيضا ستشارك عائلتك في هذه المباريات يا حسان؟ نعم سنشارك. لقد سمعت أن هنالك جوائز قيمة سوف تقدمها البلدة هذا العام، كما أن أبي وأمي متشوقان إلى المشاركة فيها. هذا خبر مثير حقا. مرحبا يا شباب، وأنا سأشارك في السباق وسأفوز بإحدى الجوائز بالتأكيد. ماذا؟ أنت أيضا؟ ولما أنت مندهش؟ فأنا وأبي نتدرب كل يوم ولن ندع هذه الفرصة تفوتنا. حقا؟ وسوف أكون منافسا قويا لكما أنتما الاثنين. سوف نرى. هل تعتقد أنني سأترك تلك الجوائز حتى تحصلا أنتما عليها؟ لماذا بدأت تفكر في منافستي أيها الولد الشقي؟ غريب أمر سالم، يبدو غير مهتم بهذه المباريات. انسى أمره يا سامي، فقد سمعت أنه لن يشارك. لا تستخفا بسالم إلى هذه الدرجة، فهو كالعادة يتظاهر بعدم الاهتمام قبل كل مهرجان رياضي. أتعلم يا سامي؟ أظن أن الأمر سيكون ممتعا لو تسابقت أنت وسالم. من سيفوز في رأيك؟ أعتقد أنه سيكون سالم. ولماذا؟ مرونته عالية ويركض بسرعة كبيرة في سباقات الجري. أتعرف يا سامي؟ يمكنك أن تتفوق عليه إذا تدربت جيدا. بدأ عدد منافسي الأقوياء يزداد، وهذا يجعلني متحمسا في اللعب. ماذا؟ متفائل جدا. لم لا يا حسان؟ ماذا تقول؟ أعتقد أن المنافسة ستكون بينك وبين سالم. هذا الأمر يذكرني بالسباق الذي تنافست فيه أنا وسالم قبل 2 سنين. كان حينها سالم خصما قويا لي. هذا هو شريكك في السباق يا سامي. ماذا تقول يا أبي؟ أبي، من أين أتيت بهذا اللباس الرياضي؟ ما رأيك في فكرة هذا؟ ألا تعتقد أنه يليق ببطلنا الصغير وسيم؟ أبي،
أن وسيم سيشارك في السباق وهو على هذه الحال؟ بالتأكيد يا بني. هيا يا وسيم، أرنا مهاراتك. أحسنت. انظر، صاحب الحفاظة سيكون منافسا قويا. أرجو من بطلنا ألا يخيب آمالنا وأن يصل إلى خط النهاية. أنتم في الفريق الأزرق، أرجو لكم التوفيق. شكرا لك يا سيدتي، هذا لطف منك، ولدي أيضا يحبان اللون الأزرق. أبي أعطيني الشريطة. انتظر قليلا يا صغيري، سوف أضعها على رأسك في الحال. تذكر يا وسيم، نحن في الفريق الأزرق. هيا قل ورائي: عاش الفريق الأزرق. عاش الفريق الأزرق، وعاش الفريق الأزرق، وعاش سنفوز حتما يا زوجي. عزيزتي. إن السيد نضال وزوجته أسرة لطيفة جدا، فهما متفاهمان ومنسجمان تمام الانسجام. نحن في فريق واحد. حسنا يا صغيري، كنا مستعدين فالفوز لنا. أهلا بك يا مجد. سباق. نعم. استعدت مجد لهذه المناسبة وتمرنت جيدا، وهي مصرة، أليس كذلك يا مجد؟ أنتم هنا قلت لكم انتظروني. مشاهدك السباق يا وسيم. رويدة، هل نسيت أننا في الفريق الأبيض يا أختي؟ بعد قليل ستبدأ المنافسة. هناك 4 فرق تتنافس في هذه المباراة: الأحمر والأبيض والبنفسجي والأزرق. أنا وأبي وأخي وسيم وكذلك عائلة صديقي حسان نشكل الفريق الأزرق، ولدينا عدد كبير من المشجعين. أما السيد نضال وزوجته فهما في الفريق البنفسجي إلى جانب عدد من أصدقائهم، وكان سالم وعائلته في الفريق الأبيض وهم من أشد المنافسين لنا. في الفريق الأحمر كان هناك علاء الذي تحدانا من قبل وهو متحمس جدا لمسابقتنا. هكذا تم توزيعنا على 4 فرق، يبدو أن المنافسة بينها ستكون قوية. انتباه، الفقرة التالية هي سباق 10 أمتار للأطفال الصغار. الرجاء من المشتركين التجمع عند نقطة الانطلاق. وسيم، هيا بسرعة. هيا يا أطفال، شكلوا رتلا واحدا. هيا يا أخي، استعد. أنا من سيركض مع وسيم، قلت لك ذلك 1000 مرة. هيا يا أطفال، هذا ليس وقت الشجار، وعن ذلك هيا استعدوا، سيبدأ السباق. استعداد وسيم، هيا. وسيم، هيا تابع حتى خط النهاية. هيا يا وسيم، هيا. انظر إلى السيد عادل، يحبه كثيرا، يشجعه صغيرا. اسرع يا وسيم. هيا يا بني، ولكن لما لا تشجعين تابع أيها أيضا؟ تابع يا وسيم، احفظ يا بني، تابع. وسيم. وسيم، ليس إلى هنا، إلى هنا، إلى خط النهاية. هيا يا بني، ما الذي يحدث؟ يا إلهي، وأنت توقفا.
ستبدأ تصفيات سباق 100 متر للمرحلة الابتدائية. انظر يا سامي، سأفوز. عاش سامي أخو وسيم، وليسقط حسان أخو مال. سالم، ماذا تفعل هنا؟ لست مشاركا؟ هذا السباق مخصص لطلاب المرحلة الابتدائية. لا، لست مشاركا فيه. والآن مع المرحلة الثانية. سامي! سامي! هيا، لقد حان وقت الغداء. حققنا نتائج جيدة حتى الآن، لذا سنبذل جهدا أكبر لنبقى في المقدمة. أجل، فطائر لذيذة. هيا يا صغيري وسيم، تفضل خذ واحدة منها، يبدو أنك تحبها. ماذا تفعل يا وسيم؟ تعال، فطعامك هنا. دعه يا سامي يجرب واحدة من هذه الفطائر، فأمي دائما تعد لنا الطعام ذاته، ونحن نشعر بالملل أحيانا من تناوله. فليأخذ وسيم واحدة حتى تنفذ بسرعة. ماذا؟ كيف تجرؤ على قول ذلك؟ أتريدني أن أتوقف عن إعداد الطعام لك؟ حسنا، كما تريد. لا، اعذريني يا أمي، لم أقصد ذلك. أنت ولد غير مهذب. لنضع المزاح جانبا ولتأتي يا وسيم لتناول واحدة من هذه الفطائر اللذيذة. وأنت يا سامي لا تبقى واقفا هكذا، تعال وجرب هذه الفطائر أيضا. هل جاهدت يا أخي؟ أخذت حصتي من الحلوى ولا تريد إرجاعها. رويدة، أعيديها إلي. هو من قال لي قبل أن نأتي إلى هنا إنه لا يريد أن يتناول هذا النوع من الحلوى، لكن عندما رآني آخذ قطعتين بدأ بالصراخ. أعزائي الحضور، تبدأ الآن مراحل السباق الأخيرة. لنرى ما هي الفقرة الأولى في البرنامج. سيد عادل، هل تسمح لي بالانضمام إليك في سباق الثنائيات ضمن سباق المراحل الثلاث؟ بالتأكيد، ولكن هل تدربت جيدا؟ لا يمكن أن تكوني ضمن الفريق، فأنت سبب خسارة زملائك. لقد سمعت أنك لا تستطيعين العدوى جيدا لأنك تعانين ألما شديدا في المفاصل بسبب عملية أجريت لك في السنة الماضية. يكفي أرجوكما. أنا التي ستشارك في فريق السيد عادل. لا، لن أفوت فرصة مشاركة عائلة عادل، ولن أسمح لك بأخذ مكاني. هل تهددينني يا سيدة؟ كفاكما صراخا، فأنا من ستدخل في السباق مع السيد عادل. هل سيركض زوجك وحده في السباق؟ لا داعي للضحك والسخرية، فزوجي مريض ولن يشارك في السباق، وطلب مني مشاركة السيد عادل حتى لا يخسر فريقه. أمي، حاولي أن تفوزي من أجل والدي. كنت أتمنى أن أفوز في هذا السباق. الفوز لنا، الفوز لنا. السباق التالي هو سباق الثنائيات. خسرنا هذه المرحلة. وصلنا الآن إلى المرحلة الأخيرة من سباق التتابع. إنه السباق الأكثر متعة والذي ينتظره الجميع. اسمعوا، يجب أن يتم اختيار الفريق على الشكل الآتي: طفلان ولاعبان إلى جانب لاعب قوي. العداء الأخير سيكون محط أنظار الجميع. سيد عادل، لقد اخترناك أنت لتمثل الفريق الأزرق. موافق. وأنت يا سامي ستكون العداء الأخير. العداء الأخير؟ نعم، فنحن نعتمد عليك. حسنا،
وافقنا بالإجماع على اختيار وليد وأخته رويدة لكي يمثلا الفريق الأبيض. الفتى عصام مصاب بألم شديد في وركه، والسيد نزيه مصاب أيضا. هذا الأمر يعني أن عداءنا الأخير هو سالم. هيا سالم، أنت الفتى القوي بيننا. ماذا؟ أرجوك وافق يا سالم. لا تقلق يا سامي، فريقنا سيفوز حتما، نحن الأقوى هنا. 1 2 1 2 1 2. الفريق الأبيض مستعد. انظر يا حسان. سالم، هل أنت العداء الأخير في الفريق الأبيض؟ إنهم يحتاجون إلي. كنت أعلم أنك لن تفوت هذه الفرصة، ولكن هل أنت مستعد؟ جميع اللاعبين في مواقعهم المخصصة. استعداد؟ أتعلم يا سالم أنني من المعجبين بك كثيرا؟ ماذا؟ نعم، فأنا أعدك مثال اللاعب الماهر. أشكرك كثيرا يا سامي، هذا لطف منك. أنت تملك جميع الصفات التي يجب أن يتحلى بها اللاعب يا سالم: الهدوء والثبات والتصميم والإرادة والجسم المرن، جميعها تضعك في صفوف المتميزين الأوائل. جاء دور وسيم. أسرع يا وليد، هيا أسرع. وسيم تشجع. سامي، أحسدك لأنك تستطيع أن تسيطر على منافسيك. هيا يا وسيم، هيا بسرعة. سامي، هل تذكر المرة الأخيرة التي تسابقنا فيها؟ حاولت بكل قوة أن أهزمك، إلا أنني لم أستطع التقدم عليك. سالم، انسى الماضي. لا أستطيع، أنا مصمم على هزيمتك. ستكون منافسا قويا، هذا يعجبني. هيا. أعدك أن أبذل كل جهدي في هذا السباق لأكون منافسا شديدا وقويا لك يا سالم. إذا أنت مصمم على الفوز يا سامي. أنا قادم يا سامي. خذها. يجب ألا أتردد أو أخاف، حتى لو اقترب مني سالم القوي فأنا أيضا تدربت جيدا، ولا تنقصني العزيمة أو التصميم. علي الإسراع. هيا يا سامي، بسرعة بسرعة. سامي، أهنئك على الفوز بالمسابقة. أتعلم لو كنت قد بدأت قبلي بثوان لما كنت قد تقدمت عليك، وفي كل الأحوال ما زلت قدوة لي. يتمتعان بروح الرياضية. إنهما لاعبان حقيقيان، لنتركهما بعض الوقت. نعم، لنذهب. سامي!
أنا أحبك. وأنا أيضا. يا إلهي، من هو هذا الشخص؟ وكيف دخل الحضانة؟ هل هو سبب بكاء الأطفال؟ ماذا حدث لوسيم فجأة؟ وما هي هذه الأشكال التي بدأت تتراءى له في كل مكان؟ ولما هو خائف إلى هذه الدرجة؟ هل سأستطيع تهدئته؟ أين هو أبي؟ إلى أين ذهب؟ هل أنا المسؤول عما يحدث؟ تابعونا في الحلقة القادمة.